في أدوات وحاجات بنستخدمها كل يوم، بس عمرك تخيلت تشوفها بالشكل ده؟ اللي جاي مش طبيعي خالص، وكمان شوية هتتصدم من اللي عينك هتشوفه. من عربيات بتتغير في ثواني، لأكلات غريبة مش هتصدق إنها حقيقية، وحاجات تانية كتير ما بين الاتنين، وكل واحدة أعجب من اللي قبلها. قولي في التعليقات، إيه أكتر جزء عجبك؟ بس قبل البداية، تعالى ناخد حسنتين ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عبده من قناتي على اليوتيوب، ادعمني بلايك وادعمني باشتراك، ويلا بينا. لما يكون عندك عيد ميلاد وعايز تولع الشموع مرة واحدة، يبقى الولاعة دي معمولة علشانك. سعر تصنيعها أغلى من الولاعة العادية ب100 مرة، بس دي مش ولاعة عادية، دي وحش ناري من الدرجة الأولى. بتسخن العيش في ثواني وتولع أي حاجة قدامها من غير مجهود. ولو فاكر إنك شفت حاجة شبهها قبل كده، قولي في التعليقات. You want a taste? No, thank you. Bon appetit. ده أكبر طبق حبوب إفطار في العالم. Lupe! طبق لدرجة إنك لو حبيت تاكل منه لازم تنزل تعوم فيه، مش هتعرف تقف جنبه. جابوا ملابس نوم ونزلوا جوه الطبق، وحطوا الرقائق بكميات مهولة، ودلقوا عليهم أطنان من اللبن. اللي قدامك ده مبقاش أكل، ده بقى حمام سباحة بالحرف. والأغرب كمان إنهم بياكلوا ويشربوا في نفس المكان اللي بينزلوا فيه. ده عالم عجيبة ومقرفة شوية بصراحة. Your whole face is still here. I'm so happy right now! الراجل ده عمل أكبر مكعب للألعاب الذكية، محدش عارف إيه الهدف من كده، لكن هو أكبر مكعب من نفس نوعه. Here I'm showing the moon. Periodically by Lego enthusiasts around the world. دول قرروا يعملوا أكبر برج في العالم من لعبة ليجو، والنتيجة دخلوا بيه موسوعة جينيس للأرقام القياسية. البرج وصل ارتفاعه لأكتر من 35 متر، يعني أطول من عمارات كتير. كمية ليجو مهولة ومجهود غير طبيعي علشان في الآخر يعملوا حاجة تخليك تقول في ناس فاضية للدرجة دي. بس الغريب بقى إن الجنون ده هو اللي بيكسر أرقام قياسية. أنا شفت عجلات كتير، بس عجلة بالحجم ده ما شفتش. ارتفاعها وصل ل4.5 متر. اللي يحاول يركب حاجة زي دي أكيد مستغني عن عمره، وأنا لو شفتها جنبي أكيد هجري بسرعة. الناس دي شكلها بيقول حاجة من الاتنين، يا جعانين يا محترفين. علشان كده عملوا أكل بأحجام ضخمة جدا. طبعا نفسك تبقى معاهم دلوقتي. حتى عربيات التسوق الكبيرة ما تنفعش هنا. علشان تزق العربية دي محتاج محرك 290 حصان. دي مش مجرد عربية للتسوق، ده بقى ميكروباص 7 راكب. ده أكبر لوح تزلج في العالم، أكبر 12 مرة من العادي، وبيركب عليه 12 شخص. والسؤال اللي بيخطر على بالي، إزاي بيتحكموا فيه وهو ماشي؟ الفضول هيموتني. دي أكبر عربية هامر في العالم، وموجودة في دبي. اللي يركبها أكيد هيمشي فوق الناس حرفيا. ارتفاعها 6.5 متر، أعلى من بيت دورين. بس السؤال، لما تيجي تركن هتتركن فين؟
مارك روبر صنع أكبر مسدس مية في العالم. مش أي مسدس، ده قوي جدا لدرجة إنه يكسر الزجاج والبيض. تضغط عليه بتحس كأن 8 أشخاص مع بعض بيضغطوا. ده مش مجرد رش مية، ده إعلان حرب كامل. ده أكبر سكوتر في العالم، حجمه يفوق كل اللي شفته قبل كده. وإزاي أي حد يركبه؟ ده اللي يخلي الفضول يموتك. ده أتقل سندوتش همبرجر في العالم، يقدر يشبع عيلة كاملة مكونة من 500 شخص. دي أكبر كرة مطاطية في العالم، مصنوعة من 700 ألف شريط مطاطي، ودخلت موسوعة جينيس. بس السؤال، انت هتعمل بيها ايه؟ This is huge. I have no idea how I'm gonna paint this whole thing by myself. You guys aren't gonna win. لو بتحب البلاي ستيشن، ده أكبر جهاز بلاي ستيشن في العالم، وبيحقق أحلام كل الجيمرز. عود كبريت أكبر ب1500 مرة. يا ترى هو هيفضل وقت قد ايه مولع؟ ده أكبر تلفزيون في العالم، حجمه 292 بوصة، مخصص للي عنده ضعف النظر أو بيحب كل حاجة ضخمة جدا. أكبر آلة في العالم ممكن تشوفها. بس السؤال هنا، هو كام واحد هيشغلوها؟ لو عارف يبقى قولي في التعليقات. للأسف الفيديو خلص، وكان نفسي ما يخلصش. أشوفكم الفيديو اللي جاي إن شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.